الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من دعاه، الحمد لله الذي لا يكل من توكل عليه إلى غيره، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا العدنان وعلى آله وأصحابه. ثم أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الطالبة رحاب بن إبراهيم من قسم التميز لأكاديمية الإتقان للقراءات وعلوم القرآن. ألقاكم اليوم في هذا الشهر الفضيل مع لطيفة اليوم الثامن. موضوعنا لليوم حول ذكر الله والأنس به. والذكر هو استحضار الشيء في القلب. يقول الله تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واستحضار القلب لهذا الشيء أي أنك تذكره دائما ولا يغيب عنك أبدا، وهذه علامة على تعلقك به وعلى حبك الكثير له. وقد وصف القرآن الكريم المؤمنين المخبتين الذين يذكرون الله على أي هيئة كانوا عليها. قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. يقول ابن القيم في هذا الباب: من الإفلاس الاستئناس بالناس، فالأولى بالعبد المؤمن المستسلم لله أن يستأنس بذكر ربه، وأن يستحضر عظمة ربه ورب كل شيء أمام ضعفه وعجزه واحتياجه، يستحضر مدبر أمره ويستحضر عظمة هذا الخالق العظيم. أما منزلة الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فيا لها من منزلة أن يذكرك الله في نفسه ويذكرك في الملأ الأعلى عنده. ومن يذكر الله كثيرا في دنياه تسهل عليه قول لا إله إلا الله لحظة موته. فاللهم اختم لنا بلا إله إلا الله ولا تجعلنا من الغافلين عنها. دمتم في رعاية الله وحفظه. نلقاكم في لطيفة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.